احتلال الجزائر كما هو في كتبي وفي كتب غيري هي مؤامرة يهودية فرنسية لإذلال المسلمين في الجزائر. باب القلعة لا يفتح إلا خائن الدار. كانت فرنسا تعطي أو تغري خونة الدار فيه؟ ولا سهلة، أنت تستطيع الآن في أي مكان أنك تعطي له 10,000 دولار ويبيع لك أمه. هذه الإجابة. أن فرنسا كانت بينها وبين الجزائر ديون ما تزال عريقة إلى اليوم. أنا أطالب بهذه الديون، باسترجاع هذه الديون، وما يعتذروش. وقلت بالجزائرية الحلوة يدزوا معاهم. يتكلم الأستاذ عبد الرحمن الجيلاني يقول أن الخزينة الجزائرية في الزمن الأخير زمن حسين داي كانت أعظم خزينة مملوءة بالمال في تاريخ العالم. نعم. معنى ذلك أن الفرنسيين حينما بدأوا في إعداد الحملة وأقر البرلمان الفرنسي شرعية غزو الجزائر في جانفي في يناير 1830، كانت الغاية الأولى أولا الاستيلاء على كنوز القراصنة كما كانوا يسمونها، ثم بعد ذلك حتى يجدون لأنفسهم مبرر لإسقاط ديون الجزائر الموجودة في حوزتهم. شفت يا صاحبي؟ والسبب الثالث